ازيكم يا حلوين؟ هعرفكم بيا. انا جوكا وده اول فيديو ليا، وحابه ان اشارككم الحاجات اللي بعملها في الاجازه يمكن تفيدكم. اول حاجه واهم حاجه لازم تفضلوا التفكير في الامتحانات والنتيجه، لان اللي حصل حصل ومش هيفيدنا بحاجه. على رأي المثل لا بكاء على اللبن المسكوب، يعني اللبن لما يقع مش هتعرف تلمه تاني. فياريت نفضي دماغنا ونشوف هنعمل ايه في الاجازة. تاني حاجة لازم تتعلموا لغة جديدة، ودي اكتر حاجة هتفيدكم. ولو مش عايزين تتعلموا لغة جديدة ممكن تطوروا الانجليزي بتاعكم. وهقول لكم على طريقة سحرية جابت معايا نتيجة، هي طريقة الشادوينج. يعني سامعاكم ان انتوا بتقولوا يعني ايه شادوينج؟ انا هقول لكم تشوفوا مقطع من فيلم او مثلا بودكاست او اي فيديو بالانجليزي وتسمعوه كويس وتحاولوا تقلدوه، وده كذا مرة، وده هيخلي وتسجل لنفسك برضو مرة بعد مرة. حتى لو الفيديو الواحد يعني خد اسبوع بالكتير، هتلاقي نفسك واحدة بواحدة الاكسنت بتاعتك بدأت تتحسن، وكمان حفظت جمل. وفي موقع انا شغال عليه من زمان ممتاز جدا، وهو The American English. هو بيعمقك في اللغة وبيحسسك مش ان انت بتتعلم انجليزي، انت بتستمتع وانت بتتعلم بالانجليزي. وكمان عمل برنامج تاني اسمه طليق ده روعة بيخليك تتعلم اللغات في اكتر من لغة، يعني ايطالي، اسباني، صيني، حاجات تانية، انجليزي، يعني برضو في انجليزي. هسيب لكم طبعا رابطهم في الديسكريبشن. تعلم اللغات هيفيدكم جدا، وكمان اي خطوة بسيطة بتعملها حتى لو بتسمع بس هتفيدك جدا في المستقبل. اسمع فيديو كل يوم او بتحفظ كلمة احسن من ان انت قاعد ما بتعملش اي حاجة. ده صح ولا لا؟ طيب، وده كان اول جزء من سلسلة ازاي نستفيد من الاجازة صح. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد من قناة جوكا اند مالك. وباي باي.